اعتقاد المصريين القدماء في الروح كان عميق ومعقد جدا، وبيعكس فهمهم الفلسفي والديني للحياة والموت والخلود. هما ما كانوش بيؤمنوا ان الانسان مجرد جسد وبيموت وينتهي وخلاص على كده، لكن كانوا شايفين ان الانسان بيتكون من كيانات روحية متعددة وكل واحدة ليها وظيفة خاصة. تعال اشرح لك الموضوع بكل بساطة. الروح عند المصريين القدماء مكونة من 4 أو 5 حاجات. اول حاجة الكا، القوة الحيوية، دي كانت بمثابة روح الحياة أو الطاقة اللي بتخلي الجسد حي. لما الإنسان يموت الكا بتسيب الجسد، لكنها بتفضل محتاجة مأوى وطعام علشان تستمر. علشان كده كانوا بيحطوا أكل وتماثيل في المقابر علشان الكا تلاقي حاجة تعيش بيها. تاني حاجة البا، الشخصية أو الروح المتحركة، دي كانت أشبه بروح الطائر، بيصوروها على شكل طائر برأس إنسان. البا كانت بتخرج من الجسد بعد الموت وبتقدر تتحرك بين عالم الأحياء وعالم الأموات، وعلشان ترجع تاني للميت في قبره كان لازم الجسد يتحفظ كويس جدا. علشان كده اخترعوا التحنيط، وكان أمر مهم جدا بالنسبة لهم. تالت حاجة الآخ، الروح المضيئة أو المتألهة، دي كانت المرحلة النهائية بعد اتحاد الكا والبا في العالم الآخر، لما الروح تتحول إلى كائن مضيء يعيش وسط الآلهة. ده كان الهدف الأعلى لأي مصري قديم، إنه يتحول لآخ ويعيش في نعيم أبدي. رابع حاجة الظل، الظل أو الطيف، كانوا شايفين إن الظل جزء من كيان الإنسان وبيمشي معاه في حياته ومش بيتفارق عنه حتى بعد الموت. خامس حاجة والأخيرة الهوية أو الاسم الأبدي. الاسم كان جزء مقدس جدا عند المصري القديم، ولو ضاع أو تم محوه فده معناه فناء الشخص للأبد. علشان كده كانوا بيكتبوا الأسماء على المعابد والمقابر وحتى على التماثيل. المصريين القدماء كانوا مؤمنين إن الموت مش نهاية، لكنه بوابة لعالم آخر اسمه حقول الإيارو أو الجنة المصرية، مكان جميل مليان خضرة وسلام اللي بيستحقه الإنسان الصالح. لكن علشان الروح توصل هناك لازم تمر بمرحلة صعبة جدا في العالم السفلي، فيها اختبارات وأعداء، وفي الآخر بتحصل محاكمة في قاعة الحقيقة. في المحاكمة دي القلب بيتوزن مقابل ريشة معت، رمز الحق والعدل. لو كان القلب خفيف ونقي الروح بتدخل الجنة وتعدي في سلام، لكن لو كان مليان بالذنوب بيتاكل القلب بواسطة وحش اسمه عمت، يعني بيدخل النار. كل الاعتقادات دي خلت المصريين يعتنوا جدا بالدفن والتحنيط، لأن الحفاظ على الجسد ضروري جدا علشان الروح تقدر ترجع له تاني وتعيش في العالم الآخر. الخلاصة، المصري القديم ما كانش بيشوف نفسه مجرد جسد، لكنه كان شايف نفسه كيان متكامل في طاقة ووعي واسم وظل وروح بتسافر وتسعى إنها تبقى خالدة. علشان كده حضارتهم كلها كانت مبنية حوالين فكرة الخلود.